السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده وصفة غدا سهلة وسريعة واقتصادية، وكمان في حلة واحدة. يعني هتعملي الغدا في 10 دقايق بالظبط، وبعد الغدا مش هيبقى عندك اي مواعين ولا اي بهدلة في المطبخ. وجبة حلوة جدا هيحبوها الكبار والاطفال، وكمان اللي مش بيحب السوسيس تقدري تحطي بداله حاجات تانية كتير هقولك عليها واحنا شغالين. هنسمي الله ويلا بينا نبتدي. بس زي ما متعودين قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك على الفيديو والشير على صفحاتكم لو عجبكم، عشان قناتي تكبر اكتر بيكم. ولو لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات باي حاجة جديدة بتنزل على القناة. هنسمي الله ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا جبت صينيه غويطه كده زي ما انتم شايفين وليها غطا. تقدري بقى تستخدمي صينيه، حله، اي حاجه عندك تتحط على النار، بس اهم حاجه تكون غويطه عشان ما تفرش منك وتبهدل البوتاجاز. حطيت كيس مكرونه، تقدري تستخدمي اي شكل من المكرونه او اي نوع من المكرونه متوفر عندك. هيبقى حلو جدا. وكمان في المكرونه اللي هي الملونه دي لو عندكم بتبقى تحفه مع الوصفه دي. حطيت كيس مكرونه، حطيت مكعب مرق الدجاج تقدري تستغني عنه خالص، مش اساسي معانا للناس اللي ما بتحبهاش يعني. جبت كمان بصلايه صغيره متوسطه، قطعتها مكعبات صغيره. فلفلتين رومي قطعتهم مكعبات صغيره. تقدري تزودي فلفل حامي او فلفل الوان على حسب المتوفر عندك او على حسب اللي بتحبيه، كله هيديكي نتيجه حلوه. وبعد كده جبت حوالي ربع كيلو من السوسيس، قطعته زي ما انتم شايفين كده وهضيفه على كيس المكرونه. تقدري تستغني خالص عن السوسيس لو مش بتحبيه. لو مش بتحبيه تقدري تستبدليه بقطع فراخ مثلا باقيه عندك ولادك مش راضيين ياكلوها، بانيه بايت. تقدري تحطي كبده فراخ، اي حاجه عندك تقدري تستخدميها، قطع من اللحمه المسلوقه، اي حاجه عندك بواقي كده او اي حاجه مثلا بتحبيها. تقدري تشيلي السوسيس وتحطي الحاجه اللي انت بتحبيها دي، وهتطلع معاكي برضو طعمها حلو جدا. بعد كده حطيت عليها كيس من الصلصه الجاهزه اللي هو معجون الطماطم ده. لو عندك برطمان هتاخدي منه معلقتين كبار. بعد كده هنحط ملح وفلفل بس كده، انا مش هحط اي توابل تانية. احنا حاطين مرق الدجاج والملح والفلفل بس كده هيدوكي طعم وهمي. بعد كده هنحط ميه سخنه، لازم ميه تكون مغليه. انا جبت كده غليت ميه في الكاتل وجبتها. هنحط الميه بسوى المكرونه، ما تكونش الميه معديه المكرونه عشان ما تعجنش منك، ولما تستوي تديكي نتيجه حلوه كده وتبقى مفلفله وطعمها حلو. والمكرونه دي بتبقى فيها شويه كده من الصوص، يعني ما يعني وانتي بتسويها مش هتنشف منك على الاخر، ما تستنيهاش تنشف. اول ما تحسي ان هي استوت هيبقى كده خلاص، هتطفي عليها تنزليها من على النار. بيبقى فيها شويه ميه تحت كده، يبقى طعمهم حلو جدا. ما بتنشفش، بتبقاش ناشفه تماما زي المكرونه العاديه. بعد كده هنحط معلقتين كبار من الزيت. عايزه تحطي زيت عادي او زيت زيتون براحتك خالص. المهم ما تحطيش سمنه، عشان السمنه ما بتديش اللمعان الحلو كده للمكرونه وبتخليهاش مفلفله. الزيت استحالة المكرونة بتاعتك تمسك في بعضها او تعجن منك، وكمان بيبقى فيها لمعة حلوة جدا. معلقتين بس ما تزوديش، وهنديها تقليبة كده بالراحة زي ما انتم شايفين زي ما انا بعمل كده، عشان بس المية توصل لكل حتة في المكرونة. بعد كده هغطي واحطها على نار عالية. اول ما تغلي هوطي النار حوالي دقيقتين او 3 وهتبقى استوت. وزي ده شكل المكرونة بعد ما استوت زي ما انتم شايفين، شكلها حلو جدا، الطعم فظيع. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. قعدت على النار من 4 ل5 دقايق، ما كملتش 5 دقايق وبقت استوت وبقت تحفة. مستوية سوا مظبوط جدا، مش معجنة ومش نية. السوسيس طعمه حلو جدا، بس لو مش بتحبيه تقدري تستغني عنه خالص، تحطي اي حاجة بتحبيها زي ما قلنا. كمان بعد ما المكرونة كده استوت تقدري تحطي على وشها شوية جبنة موتزاريلا او شيدر وتدخليها الفرن تحت الشواية تاخد لون. هيبقى معاكي احلى واسرع طاجن مكرونة ممكن تعمليه في حياتك. ببواقي كده في التلاجة، لحمة مفرومة او فراخ او اي حاجة وكيس مكرونة، تعملي احلى غدا في الدنيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير على صفحاتكم عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الإشعارات بأي وصفات جديدة بنزلها. أنا كده خلصت الفيديو، مستنية رأيكم عليه، واسيبكم بقى في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.